السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى هنعمل مع بعض حاجة حلوة اقتصادية جدا. هنعمل بلح الشام من غير زبدة ومن غير بيض، ومكوناته كلها في البيت، وكمان مقرمش لغاية آخر واحدة. تعالوا بقى مع بعض نروح نشوف هنعمله ازاي. وياريت لو لسه ما اشتركتيش في القناة تشتركي فيها وتضغطي على زر الجرس او السبسكرايب عشان يوصلك كل حاجة جديدة بنزلها. كده هنسمي الله كده بسم الله. واول حاجه هنبتدي بيها ان شاء الله الشربات بتاعنا. هنحط كوبايه ونص سكر على كوبايه ميه، وهنشغل عليهم النار، واول ما يغلوا نحط عليهم عصره ليمون. هنا بعد ما الشربات غلى معانا ما تضيفيش الليمون غير بعد ما الشربات يغلي عشان ما يسكرش معاكي. هنجيب بقى عصره ليمونه، نسيبه بقى كده يغلي، يعني حوالي 7-8 دقايق ونطفي عليه. وانا هنا حوالي نص معلقه عسل جلوكوز، ودي اختياري، بتدي لمعه حلوه وقوام حلو للشربات بتاعنا. هنا معانا بقى المقادير بتاعتنا سهله وبسيطه جدا ان شاء الله. معانا كوبايه وربع دقيق، معانا كوبايه ونص ميه، معلقه نشا، معلقتين كبار زيت. هنا بقى لو عايزه معانا اختياري هنحط معلقه كاستر مليانه كده، معلقه كاستر مليانه على الدقيق. لو انت بقى ما عندكيش كاستر او مش عايزه تحطي كاستر هتحطي معلقتين نشا بدل معلقه واحده. تمام. هنحط على الدقيق برضو بتاعنا ذره ملح صغيره زي اي حلويات. هنحط معلقتين سكر، معلقتين سكر كبار. هنحط النشا، هنقلب بقى كل مكونات الجافة دي مع بعض. هنروح بقى على البوتاجاز نشتغل ان شاء الله. معانا هنا بقى على البوتاجاز هنحط المية، هنحط الزيت، لو ما حطيتيش السكر بتاعك على الدقيق تحطي السكر هنا وتدوبيه مع المية كده. واول ما المية تغلي ننزل بالدقيق. نقلب بقى كده بسرعة، ايدك فيها. بسم الله. نوطي النار بقى خالص كده. منها كده اهي كده ابتدت تلم معانا. بعد ما اتكورت كده كتلة واحدة يبقى خلاص كده. بس ايه، نقلب شوية نسوي الدقيق، ولو في حباية دقيق كده ولا حاجة تتمزج معاهم كده تمام. هنا بقى حطيناها على صينية، تعجني بقى بايدك كده، هي سخنة طبعا. هنا بقى خدنا العجينة بتاعتنا وحطيناها كده في كيس اللي هو بتاع التزيين. هنضغط بقى كده، طبعا تعمليها بالحجم اللي يعجبك. هنقص بقى كده، عايزة تطوليها طوليها.
عايزه اقول لك كمان اما تستعملي الكيس اللي هو كيس التزيين ده قبل ما تستخدميه في اي عجينه، ادهنيه من جوه زيت عشان العجينه ما تلزقش فيه وتطلع معاكي بسهوله، حتى في الغسيل لما تيجي تغسلي ما يبقاش فيه عجينه لازقه فيه ان شاء الله. في طريقه تانية للتشكيل بقى لو انت بتحبيه رفيع، يعني كده تجيبي قمع زي ده كده، تعملي بالقمع كده بالمقص او بايدك تنزلي، فالطريقه اللي تعجبك تعملي بيها. هنا اهو بقى بصوا شكلناه بقى ازاي. هنا تشكيله اهي طويله ورفيعه، وفي تشكيله اللي احنا عملناها التانية التخينه، اللي يعجبك فيهم اعمليه. طبعا معانا هنا الزيت على النار، بس الزيت ما يكونش سخن يعني يا دوب يدفى. هننزل بقى كده ببلح الشام بتاعنا كده، طبعا ما ننساش طبعا ذكر اللازم، احنا متفقين ان شاء الله. وصلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اهو شايفين بقى ده اللون الذهبي اللي انا عايزاه، ده اللون الذهبي اللي انا عايزاه. نطلع بقى كده، هنطلع بقى كده. ودي الشربات بتاعنا اهو، نقلنا بقى هنا هنحط الشربات. هنقلب بقى كده في الشربات مقرمش سامعين. شايفين بصوا تحفه. جربوه بقى بالطريقه دي كده ان شاء الله، موفر. وطبعا ما فيش لا بيض ولا حاجات كتيره يعني، ما فيهوش غير زيت ودقيق ومعلقتين سكر، حاجات كلها في البيت، معلقه نشا، حاجات كلها ان شاء الله تبقى موجوده في البيت. فهو بلح شام اقتصادي من غير بيض ولا زبده ولا اي حاجه من دي. جربوه بالطريقه دي ان شاء الله يعجبكم. ويا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.